مساء الفل. امام عاشور خلاص في الاهلي، يعني الاعلان الرسمي بس يبقى في الاهلي. طيب تعالوا نتكلم كده على الصفقه من ناحيه الاهلي ومن ناحيه الزمالك. اول حاجه من ناحيه الاهلي، الاهلي اتعلم من موضوع كهربا. الاهلي واخد صفقه مشفيه، ولا فيها ايقافات ولا فيها غرامات ولا فيها اي حاجه خالص. دنيا هيجي هيلعب على طول، مفيش اي مشاكل خالص، ولا فيفا بقى ولا اعلام ولا اي حاجه خالص، ولا هارب ولا ما هربش ولا اي حاجه خالص. واخد صفقه ايه؟ مشفيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، دي تاني يعني او اول صفقه ياخدها من الزمالك قويه جدا 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 بعد رضا عبد العال. ايوه بعد رضا عبد العال يعني طارق السعيد، محمد صديق، اينو، هاني العجيزي، مؤمن زكريا، كهربا، كلهم لعيبه كبيره وكل حاجه، بس مش بنفس الصدى ونفس القوه بتاعت رضا عبد العال. فدي كده يعتبر يعني دي صفقه القرن بالنسبه لي، مش صفقه تانية بتاعت عبد الله السعيد اللي صورنا معاه وجاد تاني الاهلي. المهم ايه، هنروح ايه، هنرجع تاني ايه للزمالك بعد شويه كده، نروح للزمالك نرجع ايه، نرجع الاهلي. الاهلي عمل صفقه هي مستقبل الاهلي 8 سنين قدام. امام عاشور بيلعب، عد كده معايا كده بقى، بيلعب باك يمين، يقدر يلعب باك يمين، ديفندر رقم 8، يلعب 10، يلعب وينج يمين، يلعب وينج شمال، يلعب راس حربه، يعني زي القطه كده بسبع ارواح. امام عاشور بيلعب في 7 مراكز، لعيب دولي، لعب منتخب اولمبي ولعب منتخب اول. تمام. قوة جسمانية وبدنية ما شاء الله كويسة جدا، وفنيا كويس جدا، وقابل ان هو يتطور مع اي مدير فني كويس، هيتطور اكتر من اللي هو فيه. بيشوط من بره، بيرفع، بيلعب بدماغه، فيعني لعيب شبه متكامل، ويبقى من اهم اللعيبه. هو دلوقتي من اهم اللعيبه الموجوده في مصر، ويبقى باكتر كمان من اهم اللعيبه الموجوده في مصر. الموضوع بقى بتاع اللي هو شتم ومش تمش والكلام ده كله، شوف هما بقى ايه الاهلي هيطلعوا صيغه ازاي هيردوا بيها الجماهير والاعلام، يعني او يحللوها ازاي يعني، بمعنى اصح يعني ما لناش دعوه بيها، ايه هما ايه يشوفوا يعملوا ايه. نروح نتكلم بقى على الزمالك. انت خدت، بلاش ما تقفلش الصفحه يعني، خدت ما بلاش كلمه تانية غير يعني لازم تتقال يعني، بس المهم يعني خدت مقلب خليها مقلب يعني. خدت مقلب محترم، خدت قلم يعني طلع من ودنك الناحيه التانية، من الودن دي للودن دي. ده الكلام ده كله لمين؟ لمرتضى منصور. انت واخدت يعني الخطيب سجنك، علم عليك في كهربا، علم عليك في امام عاشور، علم عليك في مروان عطيه، ومفيش لعيب انت عايز تدخل تجيبه غير هو يعني بياخده يعني انت ما خدتش اي حاجه خالص من الخطيب. انت اللهم بس الفلوس اللي كانت معاك من تركي الشيخ هي اللي ظبطت بيها كام صفقه بتوع بن شرقي وساسي والكلام اللي كان عندنا ده. غير كده انت عمال تبيع بس. احنا بنبيع في لعيبه بس، يا بنجيب لعيبه صف تاني. مفيش اي لعيب سوبر دخل الزمالك من بعد فلوس تركي الشيخ والصفقات اللي كانت بتعمل مع بيراميدز والكلام ده كله. غير كده ولا الهوا. الفكره الثانيه او النقطه الثانيه المهمه عندنا، يعني ايه انت ما تجريش ورا لعيب؟ يعني ايه انا دفعت 10 كسبت 90؟ يعني دي اصلا هنتكلم فيها بعدين يعني. بس ليه انت ما تجريش ورا لعيب؟ الاهلي هو بيجري ورا لعيب، يعني الاهلي بيجري ورا لعيبه وبيقعد معاهم ويتفاوض معاهم، مش يقول لهم انا الاهلي انا اجيب العقد دلوقتي وانت امضي على بياض. لا، مفيش حاجه اسمها كده. الكوره اتغيرت. مفيش فكره ان انا الناس تجي لي طب ما مروان عطيه انت بقى على كلامك يعني اللي هو جه وبس ايدك وبس ايد ما اعرفش مين وراح فين عشان يمضي للزمالك يعني، وفي الاخر راح الاهلي اهو. يعني ملاش دعوه خالص باللي انت بتقوله يعني. ففكره ان انت تفضل قاعد وما تجريش ورا لعيب، لا ده كان زمان. دلوقتي الكوره تجري ورا لعيب وتفاوضه وتغريه وتقدم له تنازلات عشان يجي يلعب عندك. ده الاحتراف دلوقتي كله كده. اصغر عيل ماشي كده في الشارع كده يقول لك ان امام عاشور وهو ماشي رايح الاهلي، رايح نادي مجهول في اوروبا علشان كوبري للاهلي، وانت بمنتهى ما اعرف بقى دي منتهى السذاجه بقى ولا دي مقصوده اللي انت بايعه. مفيش اعاده بيع، وبايعه بيع نهائي. يعني انت لو عندك لو العيل الصغير ده عنده شك 1% ان هو رايح الاهلي، واحنا كلنا كنا عارفين رايح الاهلي بالحركه دي، كنت طلعته اعاره وجددت له 3 4 سنين وطلعته سنه اعاره. بس انت بصفقه مشبوهه 100%، انت مطلعه بيع نهائي وملكش حصه تانية في اعاده بيع. يعني مديولهم مشفي، يعني حتى لو سنه اعاره ويرجع لك ويجدد زي ما كنت بتعمل مع الكهرباء، لا ده انت موديه على طول. فاحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. انت مش عايز تسلم بقى النادي خرابه، تسلمه من غير لعيبه، تسلمه فاضي. الفلوس السمسره خلصت، ما تعرفش ايه اللي بيحصل. بس الموضوع الخطيب علم عليك كتير وفي لعيبه كتير وعمال يبني في فرقه، وانت مش عارف تعمل حاجه، وانت عمال بتحلق على زيزو وفتوح
انت مش بتعمل اي حاجه خالص، انت سالت ايدك. كل اللي انت تطلع بس تطلع تقعد تشتم في الواد، في امام عاشور. اي حد ما يجددكش او ما يجيش يمضي لك تقعد تشتم فيه وتقول له ده كان جاي يبوس ايد معرفش مين وجايب شبشب زنوبه ومين اللي دور لك العربيه ومين معرفش عمل ايه. ده مش كلام كوره. الاهلي بيخلص، الاهلي خلص في امام عاشور. صفقه العشر سنين الجايه ومن اهم الصفقات الموجوده في مصر، وانت ما عملتش اي حاجه خالص. فاحنا كده في منحنى خلاص، احنا كده بننهار بننهار بننهار. شكرا.